باب وقف حمزة وهشام على الهمز. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزلا، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما آلف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى يفصلا، ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، وريا على إظهاره وادغامه، وبعض بكسر الهاء ياء تحولا، كقولك أنبئهم ونبئهم، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، والأخفاش بعد الكسر ذا الضم أبدلا، بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضلا، ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيلا وأخملا، وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا، وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد، واعرف الباب محفلا، وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا، وما قبله التحريك أو آلف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغيلا، وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء سناه كل مسود أن يلا.